لو بعد كام ساعة الفاونديشن بتاعك بينشف ويبقع وبيبقى بالمنظر ده او بالمنظر ده او بالمنظر ده، انا جاي النهارده اديكي 4 اسباب ليه الفاونديشن بتاعك بيعمل المنظر ده وهصلحهم لك. من اول حاجات اللي لازم تعمليها، لازم تعملي كيميكال اكسفوليشن مرتين 3 في الاسبوع بجلايكوليك اسيد 7%. انا بستعمل دي اوردينري علشان ده من ارخص الحاجات، ومرتين 3 كده في الاسبوع تمشيه على بشرتك علشان يقشر، يعمل تقشير كيميكال على البشره بالليل. تاني غلطة بتعمليها انك مش بتحضري البشرة كويس. اول حاجة لازم تعمليها تستعملي تونر على بشرتك على طول، وما تستعمليش كريمات تقيلة تقل البشرة خصوصا في الحر. بعد كده فيكي انك تستعملي سيروم خفيف زي فيتامين سي، يا اما حاجة برايتنينج، حاجة تفتح البشرة وتلمعها. انا بحب بتاع الف ده، بيدي لمعة حلوة جدا وخفيف على البشرة قوي. واوعي في يوم من الايام تنسي السان سكرين بتاعك، لان دي من اهم الحاجات في السكين كير تحت الميك اب. ولما بشرتك خلاص تجهز وتلمع وتبقى مربربه كده وحلوه، اكبر غلطه بتعمليها انك مش بتستني انها تنشف، لازم تنشفيها كويس جدا. استني على القليله 5 دقايق قبل ما تحطي اي حاجه. اخر حاجه لازم تعملي ماتشنج الانجريدينتس، يعني المكونات بتاعه الفاونديشن بتاعك مع السكين بريب بتاعك. يعني لو الفاونديشن بيبتدي بالمكونات ميه، يبقى لازم السكين كير المكونات تبتدي بميه. ولو مثلا الفاونديشن بيبتدي بالسيليكون، يبقى لازم السكين كير يبتدي برضه بسيليكون. اعملي ماتشنج، هتلاقي كله لزق على بشرتك وفضل طول اليوم وثابت حلو جدا. يعني لو الفاونديشن بيهرب منك في نص اليوم، يبقى ابتدي من تحت. المشكله في تحت من الاول مش في المنتج نفسه. يلا.